أهلا بيكم في قناتنا وتلك كانت قصتي. لو عندكم مشكلة ومش لاقيين لها حل يا ريت تبعتوها لنا في التعليقات أو على صفحتنا على فيسبوك، وبإذن الله نلاقي لها حل. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان قناتنا تكبر بيكم. ومعانا مشكلتنا النهاردة. أنا منهارة، أنا هدخل في الموضوع على طول، أرجوكي مش لاقي حل. يا ريت انتي ومتابعينك تقولوا لي أعمل إيه. أنا مصدومة صدمة عمري. اكتشفت إن أخويا بيلعب قمار على النت. أنا شايلة مسؤولية البيت كله. اكتشفت إن عليه 40,000 ديون ولازم يدفعوا الشهر ده. ده غير اللي هو ضيعه من مرتبه كل الشهور اللي فاتت. وباع تليفونه وخد تليفون بابا وقال له أصل في ناس ثبتوني وخدوه مني، وعايش بالسلف. أنا في كرب شديد من اللي بيعملوا فينا، وتعبت خالص، ما بقاش عندي طاقة. وكالعادة أنا كنت محوشة فلوس وجمعية بحيث أشتري حاجات في عروض آخر السنة الشهر ده يعني لجهازي، ومطلوب مني أسدد معاه، أو بمعنى أصح أسدد مكانه. دلوقتي أنا مبقتش عارفة أعمل إيه، ما عنديش حلول. ضغطي عالي من امبارح، وبابا وماما حالتهم وحشة جدا وتعبانين، وأخويا التاني في أولى إعدادي. كل ده فوق دماغي. دلوقتي لو سددت له الموضوع هيتكرر زي ما اتكرر قبل كده، لاني كنت دفعت له قبل كده 10,000 جنيه. ولو ما سددتلوش ممكن يتحبس، ولو اتحبس برضه في وشي. انا فاكره كويس مره واحده كانت منزله مشكلتها في الجروب قبل كده ان اخواتها وحشين وفيهم ناس مسجونه. كل الناس قالت لها انت ممكن تكوني احسن واحده، بس ده نسب ولازم نختار نسب كويس. وللاسف قلبي ما يطوعنيش اني اشوف اخويا في الوضع ده، مع اني هاينه عليه في البهدله وشايفني بشتغل شغلانتين. بس ما اقدرش اشوفه في وضع زي ده وما ساعدوش. بس ارجع واقول بقى هو ده السند. ايه الحل؟ انا مش عارفه اعمل ايه. يعني يساعده شيخ مثلا ولا دكتور نفسي؟ يعني اعمل ايه علشان يبطل اللعبه دي؟ آه. عايزه لها علاج، لو حد يعرف ممكن اعمل ايه يفهمني. انا تعبت والله. انا الحمد لله والله صبر على ابتلاء ربنا، بس انا ما بقتش عارفه اعمل ايه. اسدله ويتعود انه في حماره هتفضل تشتغل وتسد وراه، ولا اسيبه يتحبس وبرضه انا واهلي اول ناس مضرورين؟ خايفه على بابا يجرى له حاجه بسببه. خلي الناس تدعي لي، يمكن حد دعوته تستجاب وربنا يخفف عليا اللي انا فيه. انا بقالي 26 سنه حاسه اني تعبانه بس على الفاضي. لصاحبه المشكله، اولا ربنا يفرج كربك ويعينك على اللي انت فيه. بالنسبه للسداد، اوعي ولا جنيه وتبقي غلطانه لو سددتي تاني. هو يشيل مسؤوليه نفسه. كفايه مشيلك مسؤوليه اهلك بدل ما يشيل هو، لان هو الراجل. ده هو اللي المفروض يشيلك انت وهم، وهو اللي المفروض كمان يجهزك ويجوزك. بالنسبه بقى لموضوع خوفك من السجن، للاسف اجلا او عاجلا وارد جدا يحصل، لان ما عندوش شعور بالمسؤوليه. كل اللي بتعمليه بتاجليه شويه لكن ما بتهربيش منه. يعني تقدري تقولي حاجه شبه المسكن السريع. خوفك من موضوع السمعه والزواج، عاوزه اقولك ان ده نصيب ومكتوب في اللوح المحفوظ قبل ما نتخلق. مفيش في الجواز ادنى سعي. وبالنسبه لاراء الناس في موضوع النسب، قد يكونوا محقين، لكن لو نزلت الارض الواقع هتلاقي الامور ما بتمشيش كده خالص، لان ده نصيب ومقدر. لحل بقى مشكلة اخوكي، لازم تجبريه انه يشتغل مش شغلانتين بس، لا 3 شغلانات ليل ونهار، علشان يتعب في الفلوس، وعمره ما هيفكر يعمل كده اصلا. وفعلا هو محتاج طبيب نفسي وشيخ. روحي لاقرب مسجد ليكم، او اتصلي بدار الافتاء، او روحي لاقرب منطقة ازهرية ليكي وقابلي الشيخ واطلبي مساعدته. وروحي لطبيب نفسي كويس واطلبي مساعدته برضه، وكده تبقي عملت اللي عليكي وزيادة. ربنا يوفقك في حياتك، وبتمنى لك حياة سعيدة.